هل يجوز للمرأة أن تخرج من المنزل إلى الشارع وهي معطرة؟ طيب، هنا عندنا بارك الله فيكم فتوى للشيخ محمد علي فركوس من علماء أهل السنة والجماعة في الجزائر. قال السائل: ما حكم الشريعة في المرأة التي تستعمل العطور؟ قال الشيخ حفظه الله: الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فإنه لا يجوز للمرأة أن تخرج متعطرة من بيتها متزينة أو متطيبة، سواء كان خروجها للصلاة في المسجد أو لزيارة محارمها أو خروجها إلى السوق، وسواء تطيبت بالعطور في بيتها قبل الخروج أو في الطريق أو في المسجد، لأن ذلك مدعاة للفتنة. وقد جاء في الحديث: أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، وكل عين زانية. وثبت أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. وفي رواية ابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. قال: بل الواجب عليها إن خرجت للحاجة أن تخرج بالضوابط الشرعية متسترة ومحتشمة غير متطيبة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. ومعنى تفلات أي غير متطيبات، والعلم عند الله. المهم حفظكم الله، المرأة في بيتها تفعل ما تشاء مما هو مباح لها شرعا، تتعطر، تتبخر، تتجمل، تتزين، تلبس ما شاءت من أنواع الثياب والزينة أمام زوجها، لا مانع من ذلك. فإذا أرادت الخروج لأمر ولآخر احتشمت وتجلببت وغطت جميع بدنها عن الرجال الأجانب، غطت جميع بدنها عن الرجال الأجانب، واجتنبت جميع أنواع الطيب والبخور. الآن ربما تمر في أماكن كثيرة، تمر ربما امرأة فأكثر من جانبك، لربما رائحة العطر والبخور تضرب إلى مسافة. هذا غلط، هذا ما يصلح مثل هذا. فالخروج بهذه الطريقة فيه معصية لله ومخالفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا خروج المرأة بهذه الطريقة تعرض نفسها لغضب الله وتفتن الناس أيضا، تعرض نفسها لغضب الله وتفتن الناس أيضا، فتفتن وتفتن. وما أظن امرأة عاقلة تتصرف هذا التصرف الأرعن، ما أظن أن امرأة عاقلة تتصرف هذا التصرف الأرعن. بعض النساء تتعطر وتتجمل وتتطيب ثم تنطلق إلى العرس وتمشي لها في طرق وأماكن شوارع وأزقة إلى آخره. وربما يحصل هذا من بعض من تذهب إلى المدرسة أو إلى أي مكان آخر أو إلى بيت الجيران. كل هذه من الأخطاء والمخالفات التي يجب معالجتها والبعد عنها، أحيانا تأتي المرأة تخرج من بيتها إلى بيت فلانة من الجيران، إلى عرس، إلى كذا، بدون طيب، بدون عطر، بدون بخور، فتأتي امرأة تعتبر نفسها فاعلة خير، تعطر النسوان التي جينا عندها. هذا غلط. وبعدها منين يروحي؟ يعني يركبين طيران. بعدها لا شك الناس يخرجون من الطريق، من الأزقة، من الشوارع، من كذا، فيجد الرجال رائحة العطر منهن، فيتنبه لهذا. والحمد لله النساء الغالب عليهن ماذا أنهن على خير وعلى حشمة وآداب والتزام بالحجاب والجلباب، لكن هذا من باب التنبيه وحتى يتنبه من كانت من النساء عندها غفلة أو تساهل.